الأصدقاء الأعزاء في كل مكان، مرحبا. رح نحكي اليوم شوي حول ما يجري في سوريا مؤخرا، بخاصة بعد الاستيلاء على حلب ومناطق أخرى آه، كانت خاضعة لسلطة النظام السوري. راح يكون الحديث شوي بعيد عن التفاصيل الميدانية، وقرية جرى تحريرها، ومدينة جرى تحريرها وجرى استيلاء عليها. لكن راح أحاول أركز على المفاهيم والمواقف وما يصدر يعني حاليا من أطراف متعددة خلال هي المجريات الأخيرة، وكمان تركيز أكثر على الوضع الداخلي السوري يعني. آه، آه، لكن أنا بدي منكم بس شوية طولة بال يعني، بعيدا عن العواطف الجياشة، المرحبة بتفاؤل شديد، والناقمة والكارهة بكراهية شديدة لما يجري حاليا، آه، عملا يعني بمنطق أو مبدأ خفض التوتر النفسي. أتمنى أنه تحضروا فناجين القهوة لحتى تكون الدردشة بنكهة القهوة العربية الشامية التركية الأوروبية مثل ما بدكم. نبدأ. صار لي فترة باللغة الكردية وباللغة العربية أحاول تسليط الضوء على مسعى تركي، مخطط تركي لفرض أمر واقع جديد على منطقة الشرق الأوسط. و يعني تناولت في الفيديوهات اللي باللغة العربية واللغة الكردية يعني تقريبا نفس الشيء، مؤشرات ومعلومات ومعطيات حول هذا الخصوص، واستفادة تركية من القلق الحاصل في العالم في منطقة الشرق الأوسط، وأنه الأتراك تركوا الحبل على غاربه يعني، أو تركوا الأمور للمشيئة الإيرانية والإسرائيلية والأمريكية، ويعني كان تعاملهم حذر وقلق في بعض الأحيان. لكن هم الآن متخوفين أو متخوفون من آه، أحداث جديدة تفرض عليهم، وتلزمهم ببعض الالتزامات والاعترافات، منها يعني مسألة قيام كيان كردي مستقل. وبالتالي استباقا لهذه الأمور، الآن هنالك مسعى تركي لحل القضية الكردية داخل تركيا، لكن اتسعت الدائرة أكثر لفرض واقع حال سياسي جغرافي على منطقة الشرق الأوسط. وعندما ذكرت في فيديو سابق ستجدون يعني أسفل هذا الفيديو الرابط، أنه ماذا لو طرحت سؤال يعني، ماذا لو ضمت تركيا المزيد من الأراضي السورية؟ وكان ذلك أعتقد في يوم 12، يعني قبل تطور الأحداث، التطورات الدراماتيكية التي شهدتها حلب بحدود أسبوع أو 5 أيام هيك شيء يعني. ذكرت أنا هذا الفيديو ونشرته، والكثير من الأصدقاء صار في نوع من الأصدقاء العرب يعني، صار نوع من ال يعني النظر بامتعاض أو بقلق أو برفض أو تشكيك أو طعن، أو يعني أنه هذا غير وارد وغير يعني ممكن يعني، واحتمال ضعيف، والأتراك سينتظرون التفاهمات الأمريكية والتركية. أنا تحدثت عن الميثاق الملي التركي، وأن تركيا تحاول أن تتمدد جنوبا
كخطوة أولى، وربما تتمدد شرقا أيضا. وهذا من مقتضيات المصلحة التركية في فترة الأزمات والقلاقل. وهذه الفترة بطريقة أو بأخرى تشبه الفترة التي مرت بها تركيا في فترات 1920 بعد الحرب العالمية الأولى، ومحاولة تركيا نسف اتفاقية سيفر باتفاقية لوزان، ويعني محاولة الالتفاف على مسعى دولي وقت ذاك لإقامة كيان كردي في تركيا، يعني داخل الأراضي التركية، كمرحلة انتقالية. اللي مطلع على بنود اتفاقية سيفر بإمكانه يشوف هذا الموضوع من باب التوثيق. لكن تركيا حاولت الالتفاف عبر التعاون مع بعض الأكراد وتقديم الجمهورية التركية باعتبارها جمهورية كردية تركية. الآن هنالك أمور مستجدة تشبه ذلك الواقع. الكثير من الأخوة العرب خاصة من المعارضة السورية دائما كانوا يقولون نعم نحن مع حقوق الأكراد، ونحن مع حتى حق تقرير المصير، لكن تركيا ترفض. الآن تركيا داخليا تناقش من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار هذه المسائل، لكن مع توسعة لتركيا. وذكرت مسألة احتمالات ضم حلب ذكرت أنه الوضع قلق، يا إما يصار إلى ضمها إلى تركيا، أو تخضع لاستفتاء، أو وتحدثت أنه المتبقي من سوريا عفوا ستكون مناطق الساحل مضاف إليها حمص ودمشق وربما أقل. المهم، والروس لن يمانعوا. الروس بدهم سلتهم بلا عنب حاليا، وحماية النظام السوري في سلم أولوياتهم، لأنه يحمي المصالح الروسية في سوريا ومصالح الروسية في سوريا، في وجود قاعدة عسكرية، قاعدة حميميم في الساحل السوري. أبعد من هيك، إذا جبهة النصرة تضمن حماية المصالح الروسية، الروس سيكون خيارهم جبهة النصرة. من يضمن مصالح أمريكا، من يضمن مصالح روسيا في المنطقة بصرف النظر عن التسميات؟ قصد جبهة النصرة الناس بتدور على مصالحها. الموضوع مش سوريين أكراد أو عرب، أو سواد عيون الأكراد أو سواد عيون العرب، لا، مصالح الدول الكبرى. ذكرت هذه التفاصيل بطريقة أو بأخرى، ولاقت ما لاقت من تشكيك أو شبهة وكذا، إلى أن حدث الأمر، وحدث ما حدث، وكان مفاجأة، والموضوع متسارع. أنا أعيد وأكرر أنه الموضوع في هذا الإطار. أنا أنظر إلى ما يجري في حلب من توسع عسكري مدعوم تركيا، أمنيا واستخباراتيا، وحتى على مستوى الاتصالات مع القوى الدولية، مع الروس، مع الأمريكيين، مدعوم تركيا. وهنالك نوع من القبول أو الرضا، لأنه ربما يصل إلى منطقة ويتوقف. الآن هذه القوى العسكرية هي غير خاضعة للائتلاف، لكنها خاضعة لتركيا. هنالك فرق. أحيانا الكثير من المعارضين السوريين يشتكون حتى من ضمن الائتلاف أنه هذه الفصائل والتنظيمات والانتهاكات التي تقترفها لا تطالب الائتلاف بمحاسبتها، لأنها أصلا غير خاضعة للائتلاف، إنما هي بكل تأكيد قولا واحدا هي خاضعة للأمر التركي والقرار التركي والبوصلة والتوجه التركي. تركيا حرة في التعامل مع هذه المجموعات المسلحة، بوصفها قوى عسكرية رديفة للجيش التركي، مثل ما تعامل الأمريكيين مع قسد كقوة بديلة رديفة، أو كفاغنر، أو فيها نفس المهمة.
التي أوكلت إلى قسد بطريقة أو بأخرى من قبل الأمريكيين، تنبه الأتراك لهذا الموضوع، أنه لماذا يعني يسقط ضحايا من الجنود الأتراك؟ فمش مشكلة، سوريين على أوزبيك على طاجيك على تشيتشان على عرب على تركمان، مش مشكلة. في المحصلة هؤلاء ليسوا أتراكا أقحاحا، إنما يعني جنود تحت الطلب وبنادق تحت الطلب. هذا الكلام ربما يكون يعني عسيرا على الفهم والهضم لدى بعض المعارضين السوريين، لكن واقع الحال هذا هو. يعني عندما يطلع في هاكان فيدان ويقول انه ما جرى ليس بدعم من تركيا وليس بدعم يعني بقرار تركي، يعني أبسط ما يمكن أن يقال ويرد به على هاكان فيدان وزير الخارجية التركي ومسؤول الاستخبارات السابق التركي، أنه أنت بتقول إيه؟ يا لا يعني أنت بتحب بتقول إيه؟ أنت أهبل ولا عبيط يعني ولا إيه؟ يعني كيف يمكننا أن نصدق هذا الكلام؟ يعني القوى العسكرية الموجودة الآن في حلب وتتمدد نحو حماة، وربما يعني استولت على حماة في لحظات تسجيل هذا الفيديو، هي خاضعة. من أين تأتي يعني الإنكار؟ هذا الإنكار التركي فيما يتعلق بدعم المعارضة يوازيه عندما كانت تركيا تنفي دعمها لتنظيم داعش أيضا. أغلب العناصر المجندين الذين أتوا من المغرب ومن تونس ومن مصر ومن شمال، يعني من شمال الأفريقي ومن أوروبا إلى الأراضي السورية كان عبر تركيا يعني، وهذا معروف للقاصي والداني. مش بس هيك، يعني هنالك ضمن هذا يعني كيف يمكن أن أفهم وجود الطاجيك والأوزبيك والتشيتشان ضمن الجيش الوطني السوري؟ يعني حدا يجي ويفسر هذا الموضوع من المعارضين السوريين الائتلافيين أو غير الائتلافيين أو خارج الائتلاف. عشرات الفيديوهات يعني ظهرت المقاتلين اللي كانوا ضمن داعش، الكتائب التركية أو اللي من آسيا الوسطى ومن جمهوريات القفقاز التشيتشان، ومن آسيا الوسطى تاجيك وأوزبيك واللي من أصول تركية ومن تركستان وكذا. يعني ما بصفتهم ماذا يعني موجودين داخل الجيش الوطني السوري يعني. فمهما حاول البعض يعني لفلفة الأمر والتغطية على هذه المسائل، هذه يعني أمور تفقع الأعين يعني وتخرس الألسن اللي بيحاول يلتمس الأعذار والمبررات لهكذا أمور. هذه المسائل أيضا كانت مصحوبة ب يعني انتهاكات يعني سأتحدث عنها. المهم النقطة الأولى، الموضوع هل ما جرى كان تحرير أم غير تحرير؟ لا، هو تحرير، هو تحرير. يعني يزعل الأكراد ما يزعلوا الكرد يزعلوا، هذا موضوع آخر. لأنه بعض الأكراد صاروا يعني ينتقدونني عندما أنا أكتب على صفحتي على الفيسبوك أنه وكيف تعتبر ذلك ما جرى في حلب تحريرا، لأنه جبهة النصرة يعني ضمن لائحة الإرهاب. مفهوم التحرير لا يتعلق بالعقيدة الأيديولوجية أو الخلفية السياسية للجهة التي حررت منطقة ما من جهة أخرى معادية لها. هذا يعني يعني وعندما نصف المسألة بما جرى في حلب بأنه تحرير، هذا ليس مصادقة ودعم وبيعة لجبهة النصر. الموضوع مش هيك. يعني إذا أعاد النظام السوري واستولى على حلب مرة أخرى، لا سمح الله، طبعا أنا لا أريد لهذا، لأنني أعلم أنه مسألة استيلاء جبهة النصر على حلب وكل هذه ما هي مسألة مؤقتة. يعني الأتراك لاحقا عندما تستقر الأمور راح يجمعوا كل واحد، كل جهة راح يجمع اللغاليغ تبعها ويصار إلى
تثبيت حكم تركي يضمن مصالح تركيا بالدرجة الأولى، وكل القوات المرتزقة يا إما تدمج مع الجيش التركي أو يصار إلى حلها بطريقة أو بأخرى. فهي موضوع مؤقت يعني. أنا أنظر إلى ذلك، والأيام كفيلة بتأكيد أو تفنيد هذا الرأي. فموضوع موضوع تحرير، نعم تحرير يعني. عندما استرد النظام السوري أراضي سورية كانت محتلة من ال من الإسرائيليين، جرى اعتبارها أنه مسألة تحرير حتى من قبل معارضي نظام الأسد. لماذا؟ لأنه يعني وهذا لم يكن صك براءة أو بيعة أو دعم لنظام الأسد عندما نقول أنه مناطق محررة في القنيطرة في 73 بطريقة أو بأخرى. ليس شرعنة ودعم لنظام الأسد. كذلك ما جرى في حلب هو تحرير، ليس شرعنة لوجود جبهة النصرة يعني. لا، هذا موضوع له علاقة بمجريات واقع الحال على الأرض. يعني مسألة التحرير مش بس اللي بيقوموا بعمليات التحرير هم ثوار وملائكة، ولا كل قوة عسكرية يعني تسيطر بالقوة على منطقة ما وتبعد قوة أخرى كانت مسيطرة هذه المنطقة. بالنسبة لهذه الجهة هو مسألة تحرير، بالنسبة للجهة الأخرى موضوع احتلال، والعكس صحيح يعني. فبالتالي الإقرار بموضوع يعني عندما أقول أن تركيا تحتل أراضي سوريا هذا واقع حال. هذا ليست كراهية وعداء مع تركيا لا، هذا واقع حال بمقتضى الوجود العسكري والأمني والإداري والمالي والاقتصادي والتربوي والأعلام وكل هذه التفاصيل. يعني مش تفقأ الأعين أنه واقع الموجود في المناطق التي تسيطر عليها تركيا حاليا هو احتلال. مثل ما كانت إيران محتلة، حزب الله محتلة، حزب العمال الكردستاني قوة احتلال، كذلك تركيا قوة احتلال. فمش معقول يعني المعارض السوري بيشوف كل هاي الاحتلالات بيجي عند الأتراك وبتنقز وبتنقح عليه وطنيته، بيقول لا هدلوني أصدقاء يعني مش احتلال. لا، حتى ولو كان يعني الوجود التركي بطلب من الائتلاف ومن الفصائل التابعة أو المعارضة، حتى ولو كان بطلب، هذا وجود احتلال يعني. إذا يعني مش بقرار من عصبة الأمم ومن الأمم المتحدة وانتداب عسكري ووصاية عسكرية. لا لا، هذا واقع احتلال. هذا مش كراهية لتركيا، هذا مش عداء لتركيا، هذا توصيف واقع حال. البعض يتحسس من هيك مسائل، وأنا أعلم يعني حساسيته، لأنه من يشرعن الاحتلال أو يتغاضى عن الاحتلال أو يبرر الاحتلال أو يلتمس الأعذار للاحتلال فهو مقامه مقام المرتزق. لهذا لكي تنفي عن نفسك صفة الارتزاق والتعامل مع الأجنبي الذي يحتل بلدك، فأنت بالضرورة ينبغي أن انفي لحد الصبح. والواقع الحالي يقول أنه موضوع احتلال يعني. هذا حديث في المفاهيم، مش كراهية لتركيا، مش عداء لتركيا، مش عداء للشعب التركي مثل ما البعض يحاول تفسير الموضوع في هذا السياق يعني. رفع العلم التركي على معلم تاريخي حضاري أو كذا يعني في قلعة حلب، بعض السوريين أو استهجنوا هذا الموضوع أو تخوفوا من الأمر يعني. آه، وحاولوا يعني أنه التعامل الودي مع الأتراك مطلوب سياسيا عسكريا أمنيا اقتصاديا بحكم حسن الجوار. إذا نحن نعتبر حتى الآن أنه حلب وعفرين ومنبج والباب وإدلب أجزاء لا تتجزأ من سوريا، هذا وارد يعني. علاقات حسن جوار وكذا وفي هذه التفاصيل، لكن علاقات حسن الجوار وهذا الأمر لا يعني مثل ما نساوي نفس النظام السوري
يعني نتنازل عن الكرامة السورية. ما الثورة كانت ثورة كرامة، انه العلم الروسي مرفوع على لنفترض معالم تاريخيه، مش البرلمان، معالم تاريخيه وعلى المدارس وعلى الجامعات، او العلم الايراني او القصص. هذا لا يجوز. وهذا يعني التعامل الودي مش انه تتنازل من كرامتك ومن كرامة بلدك ومن وطنيتك لصالح الاجنبي اللي هو بيساعدك واللي هو صديقك، طبعا لصديقك مش لسواد عيونك، مش هيك. صديقك لانه في له مصالح. الدول مصالح، الدول مش جمعيات خيرية. يعني تركيا على زمن الدولة العثمانية معروف واقعها الداخلي والخارجي، او وتاريخها يعني الدموي داخليا وخارجيا. فلما يعني تدعم القضيه، مش مهاجرين وانصار وهالخزعبلات التي قيلت طيله 13 سنه والكثير من الناس صدقوها. نحن نشرح يعني او نتحدث كلام في واقع الحال. وبالتالي يعني البعض صار عندهم حساسية عالية انه يعني يا اخي كل ما واحد بينتقد تركيا في شيء ما، يعني في شيء ما هيك بتنقح عليهم حساسيتهم الإنسانية وبيرفضوا، بيقولوا هذا معادي لتركيا. لك يا حبيبي أنا مش معادي لتركيا، أنا مش معادي للحكم. عندما أنتقدك أنا لا أريد، لست معاديا لك. عندما تنتقدني فأنت يعني أنت ما تقول عالذبح، هذا قصة أخرى يعني، خدوه وخنازير وقردة وملاحدة وأكراد وهيك قصص، يعني هذا موضوع ثاني. لكن في النقاشات والسجالات السياسية عندما ننتقد بعضنا البعض ما في بيناتنا دم، يعني ما واحد هيك ماسك المسدس وحاطه براس الثاني بيقول يعني أقر وأذعن لقناعتي. أنا لا أفرض آرائي عليك، لكن أنا أناقش وجهة نظري ووجهة نظرك الحجة والبينة ويعني ما يوازيها من الموعظة الحسنة. يا أخي بصراحة مش معقول هذا الكلام. كل ما واحد انتقد تركيا فأنت معادي للثورة، وأنت مع نظام الأسد، وأنت معادي لتركيا. ولأنك كردي وبيصير هيك يعزف على هاي المعزوف أو الأسطوانة المشروخة. مو هيك، مش صحيح هذا الوهم، مش صحيح هذه الخرافة. يعني عندما ننتقد تركيا سواء ما يتعلق بالشأن الداخلي أو بالشأن المتعلق فينا كسوريين عرب وأكراد، هذا لا يعني أنه نحن على عداء مستعصي أو كراهية مستعصية أو مزمنة مع الأتراك. أبدا مش صحيح هذا الموضوع. طيب لنترك الموضوع جانبا. يعني دولة باختشالي شريك رجب طيب أردوغان في الائتلاف الحكومي، وحزب الحركة القومية، وحزب يعني قومي على إسلامي على أتاتوركي على علماني على كل هالتفاصيل تتواجد في وله وزراء وله حضور في الدولة الرسمية وفي الدولة العميقة. شوفوا شو بيحكي دولة باختشالي فيما يتعلق بهوية حلب. تفضلوا. Şu gerçeğe millet huzurunda aykırmak, dava ve siyaset namusumuzun şaşmaz ve şüphe götürmez bir gereğidir. Halep deyince yüreği titremeyen bir vatan evladına rastlayamazsınız. Çünkü Halep iliklerine kadar Türk ve Müslümandır. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Tarih söylüyor, coğrafya söylüyor, hakikat söylüyor, ecdat söylüyor, Halep kalesine çekilen Türk bayrağı söylüyor. İstanbul'un kapalı çarşısı neyse, Halep'in kapalı çarşısı odur. Ankara Kocatepe Camii'nden yükselen aminlerimizle Halep Ulu Camii'nden yankılanan aminlerimiz aynıdır. Halep oradaysa tarihin çağrısına kulağını veren Türk milliyetçileri
ve Türk milleti buradadır. هذا الكلام قيل في جلسة رسمية لكتلة حزب الحركة القومية التركي داخل البرلمان التركي. هذا الكلام قيل وموثق داخل الكلام التركي. شوفوا يعني أي معارض سوري بإمكانه أن يرد على دولة باختشالي. يعني شفنا بيانات، هل صدرت بيانات من الائتلاف؟ هل صدرت بيانات من جبهة النصرة والفصائل المسلحة؟ هل صدر بيان من القوى المعارضة الأخرى الموجودة خارج الائتلاف ترد على هذا الكلام؟ لا، أنا صحيح يعني ما شفت خلال هاي الفترة يعني كثير من البيانات طلعت، بيانات هيك حلوة ومطمئنة وكيوت، ومن جبهة النصرة أنه يا مسيحيين لا تخافوا، يا أكراد لا تخافوا، هذا شيء جيد. وعلويين الأخوة العربيين ما تخافوا، نحن مشكلتنا هذا شيء، هذا الكلام وهي البيانات وكمية اللطف والكيوت والإنسانية التي تتدفق حاليا في البيانات التي نقراها، يعني شيء يصير مش يعني ما بعد الطمأنينة يصير القلق. يا ريت هذا الكلام يعني واخشى مما ان اخشى انه موضوع يعني يكون تصنع. يعني اتمنى ان لا يتوقف هذا المحتوى الجميل والايجابي والوطني في اطار البيانات ويترجم على الارض والايام بيناتنا، ونشوف هذا الحساسيه العاليه الوطنيه والمدنيه الموجود عند جبهه النصره. ومعروف يعني جبهه النصره من هي، أو عند الكتائب والفصائل السورية المسلحة المعارضة، ومعروف البيئة والعقيدة الأيديولوجية التي يعني تسيرها. فهذه البيانات أنا شخصيا أرحب بها، لكن مطلوب التطبيق العملي. وهي البيانات لو كانت في 2011 2012 كذا بهي الحنية والاحتواء والاحتضان الوطني والطمأنة ومساعي الطمأنة، لكان هنالك كلام آخر. هذه البيانات الإيجابية يعني شفنا عشرات، أنا شفت عشرات الفيديوهات، شفت يعني أنا لن أنشر فيديوهات يعني قتل مجزرة هيك، أسرى جنود النظام السوري فورا، يعني صار إلى قتله في الأحداث الأخيرة. واللي بده الفيديو راح ابعث له الفيديو. يعني في الأحداث الأخيرة قتل هي جريمة حرب، جريمة حرب لا تسقط بالتقادم. انك تقتل الأسرى، أسرى العدو يعني هي صارت. عدا عن انتهاكات فيما يتعلق بالأكراد، شتائم، وأنه وخرجنا لنصرة الدين والقصص هي اللي يعني عشرات الفيديوهات تدحض وتضرب عرض الحائط بتلك البيانات الإيجابية. يعني الموضوع مش بس بيانات وإيجابية وطمأنة وهيك أمور، لا، لازم واقع العملي. يعني بصراحة هل الانفلات، إنجاز التعبير، إذا بتسمحوا لي، يعني البعض لا يسمح لي إنه أنا أعتبر ذلك، أنا أعتبره انفلات. يعني إنه أن تصف الملاحدة الأكراد الخنازير يا كذا من هالقصص، يعني الأكراد في منهم يعني قالوا قصدوا بكك وكذا، في منهم عمم الموضوع، صار يعني موضوع كردي عربي، كافر وملحد، والمؤمن المحرر هو المؤمن، والشخص الآخر المستهدف هو كافر وملحد، ومعناته يعني إباحة أو هدر دمه. يعني فهل موضوع الخروج عن السيطرة، أنا لا ألوم الائتلاف لأنه ما عنده هذه السلطة على هذه التشكيلات المقاتلة. اللوم والنقد موجه للسلطات التركية، إلى العقل الموجه، إلى الإرادة الموجهة. يعني فيعني عندما ننتقد
رجب طيب أردوغان أو الحكومة التركية كي تستنفر تلك الحمية والحساسية لدى بعض المعارضين السوريين، حتى من العلمانيين مش بس الإسلاميين، أو اللي بيقولوا إنه أنا اللي المحسوبين على التيار الليبرالي، كيف بيتحسسوا من الموضوع بشكل غريب. يا أخي يعني الموضوع مش هيك. يا حضرة المعارض السوري المحترم الديمقراطي الإسلامي، رجب طيب أردوغان مش الخليفة الراشدي الخامس. في 4 خلفاء راشدين في العصر الراشديين، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. خامسهم يقال أنه عمر بن عبد العزيز، يعني هكذا يصنف لعدله. فرجب طيب أردوغان مش الخليفة الراشدي السادس، بلا الخامس، السادس. خلونا يعني في السياسة نحكي يعني مصادرة الرأي وكذا مش يعني رجب طيب أردوغان مش أبو هريرة، مش معاوية بن أبي سفيان، مش علي، مش أبو بكر، مش عمر، مش البخاري. هذلون اللي تفرضون عليهم العصمة ويعني مش مسموح انتقادهم. لا، هذا رجل سياسي، هو زائل، وتركيا ستبقى يعني، والشعب التركي سيبقى. والرجل حاليا يعني يسعى يعني إلى حلحلة بعض الأمور الداخلية، ينجح يفشل هذا موضوع آخر. وقف مع السوريين، نعم. كذب على السوريين، نعم. يعني هذا كان واضح يعني. لهذه المواقف اللي تتخذها السلطة التركية عندما كان يقول حماة خط أحمر، حمص خط أحمر، لو كان فرض واقع حال من ذلك الوقت لكان الآن هنالك كلام آخر. من 2013 ل 2014 ما كان في داعش، ما كان في نصرة، ما كان فيها القصص يعني. ما كان في أمريكان. كان بإمكان الأتراك يفرضوا واقع حال وقت ذاك، ويجنب السوريين كل هالنزوح والأهوال لكن لم يصار. رجب طيب أردوغان مش ملاك. ال 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 محمد الجولاني مش ملاك. لا تتعاملوا بوثنية وقداسة مع رجب طيب أردوغان والجولاني وأبو عمشة وما بعرف مين. نفس تعامل الحشد الأوجلاني وأنصار أوجلان مع أوجلان. انتوا شو بتفرقوا عن بعض فيما يتعلق تجنيب الشخصيات السياسية؟ النقد إنه لا، لا، هم يعملون لصالحهم بالدرجة الأولى، لصالح بلدانهم بالدرجة الأولى، وبعدين يعني فينا نحكي عن مساعدات للشعب السوري والأردن ما احتوانا مثل ما احتوانا احتوتنا تركيا وكذلك العرب وما بعرف شو، وشن الهجمات وتشنيع العرب وبلدان العربية في في مسعى تعزيز أو تبرير المساوئ. الأتراك قتلوا سوريين، أيضا اعتقلوا سوريين أبرياء الأتراك يعني. والدولة التركية هاتوا لي جيبوا لي يعني في سجلات القضاء وكذا الأحداث التي صارت ضد العنصرية ضد السوريين. الدولة التركية كم واحد حاكمته يعني باللوائح والأسماء والقرارات، والقضاء التركي شو تصرف في هذا الخصوص؟ عوض السوريين كل ما صرف على السوريين خلال هذه الفترة، أو نصف أو أكثر من النصف يعني. كان يأتي أيضا من الأمم المتحدة، وكان يأتي أيضا من الاتحاد الأوروبي. هالمليارات اللي بيحكي عنها أردوغان أنه صرفت على السوريين كله مش من خزينة الدولة. بيصرف قرش من هون بيقبض 10 من يعني. الزلمة الدول تخطط لمصالحها المستقبلية يعني، مش جمعيات خيرية كما ذكرنا. أنا نعم يعني في هكذا حالات عمليات تحرير كذا بتصير حالات نزوح، عشرات الألوف، مئات الألوف. هاي مأساة، مأساة إنسانية. نزوح أكراد، نزوح عرب، شيعة، نزوح يعني كل من يختلف مع هذه المنظومة العقائدية التحريرية، جبهة النصرة وبقية الفصائل، يخافوا، ويعني معهم حق يخافوا شوي.
يعني وتلك التطمينات والبيانات اللي فيها شيء من الإيجابية والتطمين والتهدئة يعني تأسيس لثقة، يعني ثقة مفقودة في جبهة النصرة، ثقة مفقودة في الفصائل السورية المسلحة. نحن عم نشوف شو عم يسووا بعفرين، حجم الانتهاكات اللي بيسووها معروفة وموثقة يعني. فمطلوب منهم انه تطمين وارساء قواعد ومبادئ الثقة بهم كسلطة جديدة حاكمة بالاجراءات العملية، مش بس النظرية. الأزمة النازحين، هلا الموضوع آه، أنا عندي 10,576 مليون انتقاد وملاحظة على قسد والعمال الكردستاني. ما حدا يجي يزاود علي في هذا الموضوع. حجم الكوارث والجرائم اللي اقترفها حزب العمال الكردستاني في حق الأكراد والعرب، هاي مش قابل للنقاش والتفاوض. بالنسبة لي المثقف العربي أو النخب العربية كمان يفترض بها أن تمتلك الجرأة في مواجهة الانتهاكات التي تحصل في عفرين والتي حصلت في حلب، وينتقدوها، ما يقولوا هي أحداث فردية. الشتائم مثلا في العرف الإسلامي اللي بيقول تكبير على الذبح، في العرف الإسلامي يرجعوا للأحاديث النبوية الشريفة، أي كيفية التعامل مع الأسرى، مع المناطق اللي يصار إلى وهم كانوا يعني في ذلك الوقت يعني فتحوا نشر الدين والقصص. يعني حلب مسلمة، مش الأتراك راح يجوا يعلمونا الإسلام، مش من آسيا الوسطى، من تاجكستان وأوزبكستان والقوقاز راح يجوا يعلموا الحلبي كيف يصلي ويصوم، أكرادا وعربا يعني. ف ما حدا يجي يقول أحداث. أنا أتمنى أن تكون أمور فردية، لكن هذه الأمور الفردية التي تتكرر يعني تؤكد وتوثق حجم الخوف والهلع من هذه السلطة الجديدة. هذا ليس دعما وتبريرا للسلطة السابقة، لا، لكن الناس راح تشوف. وأتمنى أن الناس في حلب لا تترحم على أيام نظام حافظ الأسد وبشار الأسد في حلب، عندما تجرب نظام الحكم والإدارة تحت سلطة أبو عمشة وتحت سلطة الجولاني وما بعرف شو. فالأيام قريبة وستكشف. يعني أزمة النازحين أزمة يعني مؤسفة ومقلقة، ويعني حسنا فعلت قسد بأنه تطلع الناس من حي شيخ مقصود أو تحاول أن تحكي مع الناس، لكن لم تفعل حسنا أنه وجهتهم للرقة أبدا. خلي يرجعوا على عفرين، أو اللي عنده بيت خلاص يستقر، يبقى في حلب، يبقى في حلب. يعني مش قضية انه خلص انه التهويل والمذابح، نفس سلوك النظام السوري في الكلام مع العلويين. اذا اجوا هذول للسلطة فخلص مذابح الى يوم المذابح. والمشكل الكارثة انه من يعاضد ويساند خطاب نظام الاسد التهويلي، خطاب نظام القسد القنديلي، هي الفيديوهات اللي بتطلع. هذا يؤكد ويوثق كلام وتصورات وتفسيرات وادعاءات نظام الأسد ونظام قسد. فحرب الفيديوهات، يعني حرب الفيديوهات مثلا الأطراف الأخرى، اللي حتى اللي مش قريبة من قسد، حتى اللي لها ملاحظات على كثيرة وانتقادات كثيرة على قسد، لما بتشوف هاي الفيديوهات المهينة
للنساء وللرجال مرعب، شيء مرعب. بيصيروا بيقولوا يلا يعني قسد أحسن آه من جبهة النصرة وسلطة جبهة النصرة، والناس بتخاف. هذا التراشق الموجود بالفيديوهات، أتمنى من النشطاء والصحفيين والكتاب العرب هاي الفيديوهات المهينة أن يدينوها، ما يقللوا من فظاعتها وبشاعتها، وعلى أساس أنه تشويه للثورة وتشويه للتحرير وتشويه. شو تشويه؟ شو ما هي يعني مش خارجة هاي الفيديوهات، مش طالعة من استوديوهات وفوتو مونتاج وذكاء اصطناعي وكذا لا، عدا عن يعني شارات داعش الموجودة على، يعني انتم بدكم تدخلوا جنود وكذا ومقاتلين، على الأقل شيلوا هاي اللوجو، شعارات تبعيد داعش عن ثيابهم، يعني استبدلوا الزي، يعني عملوا شوية تمويه. ما يعني أنا لا أقول أنه اخدعوا الناس، لكن يعني الموضوع ما يكون بهاي الوقاحة كمان، يعني فمقصدي أنه هاي الفيديوهات اللي فيها تراشق، يعني تعاملوا معها بالنقد من قبل النخب والصحفيين وكذا والموجودين على السوشيال ميديا، انتقدوها، لا تقولوا حالات فردية ويعني ما بيطلع منا شيء. هذا يعني من المؤسف انه يعني لما بشوف حدا هيك بحاول يبرر لهالموضوع، يبرر انه الصمت على تركيا، يبرر انتهاكات الفصائل المسلحة، يبرر التفاصيل هي، وهو قاعد بأوروبا أو قاعد بتركيا أو بعيد عن التصادم والجبهات، وما له علاقة بها المسائل. هذه السلوكيات إذا صدرت من قسد فهي مدانة ومشجوبة، ونحن يعني يعني على الصعيد الشخصي أنا أدنتها وأدينها منذ 13 سنة. ما بقول انه حالات فردية، هلا القسديين كمان اذا ظهرت فيديوهات بيقول ايه حالات فردية وقالوها. أنصار الائتلاف والفصائل المسلحة كمان والجيش الوطني، يعني الجيش الوطني ما بيتعامل هيك مع مع الأسرى. جيش وطني بعقيدة قتالية إسلامية ما بيقتل الأسرى، لا يهين الأسرى، وإنه خنازير يا قردة يا ما بعرف شو شتائم من هالقصص هي. هذا شيء معيب، شيء مؤسف، شيء مش بس مشكك في الحالة الوطنية أو الزعم الوطني أو الأيديولوجية الوطنية أو الوعي الوطني لدى هؤلاء المقاتلين. واحد أوزبكي تاجيكي أو شيشاني شو فهموا بتفاصيل التنوع السوري؟ يعني هذا شو أصلا، شو جابوا لحلب؟ شو فوتوا على فصائل الجيش الوطني غير الداعم والراعي التركي؟ هذه التفاصيل ينبغي أن يعني نتحدث حولها، والانتهاكات الموجودة ينبغي أن ننتقدها مع الترحيب بتحرير حلب. يعني تقويض سلطة نظام الأسد كمدخل لتغيير هذا النظام يعني شيء أنا أرحب به، حتى لو الحلبيين، أنا ذكرتها سابقا يعني وأكرر، يعني حتى لو الحلبيين ارتأوا أنه من مصلحة المجتمع الحلبي، هذا فهمهم، هاي خياراتهم، يعني أنه من مصلحة المجتمع الحلبي وتفاصيل هذا المجتمع أن ينضموا إلى تركيا ويصبحوا جزء من تركيا ويحققوا مقولة دولة باختشالي. فأنا لن أعارض هذا الخيار، لن أقف ضده، يعني يعني لا أفضله، لا أفضل هكذا خيارات، لكنني لن أعلن وأشن الحروب على هيك خيارات في حال كان هنالك مسعى انفصالي عن سوريا والانضمام إلى دولة أجنبية من قبل النخب الموجودة في المعارضة السورية، حلبية كانت، حموية أو حمصية أو أي شيء يعني.
سأنتقد، لكن لن يعني هذه حياتهم، هذه خياراتهم، هم الأدرى بما يرتؤونه لمستقبلهم. أنا ما راح بكل تأكيد لن أكون يعني سأكون داعما للمواطن الحلبي إذا استمر على خياره الوطني السوري قولا وفعلا. لكن إذا كان عنده خيارات أخرى ما راح اتهمه بالانفصالية والخيانة والكذا ومن هالكلام المتحافت. لا، هذا له حقه في تقرير مصيره، مثل ما كان للحلبي حق تقرير مصيره في بداية تأسيس الكيان السوري. الآن وإلى أبد الآبدين سيبقى للحلبي أو للكردي أو للعربي يعني الحق الكامل في تقرير مصيره. مش أنا اللي بقول، الميثاق العالمي لحقوق الإنسان بيقول تحت سلطة الإدارة التركية بعد 10 سنوات ما حدا بيعرف إمتى سيصار إلى وضع حل نهائي للمسألة السورية. 10 سنوات، 20 سنة تحت السلطة التركية. تركيا ستقترح إجراء استفتاء إذا قرر الحلبيين البقاء داخل الحدود التركية وتصبح حلب محافظة رسمية من محافظات تركيا وداخل الحدود التركية. مين سيعارض يعني النظام السوري أو المتبقي من النظام السوري؟ الأمريكيين سيعارضون، الروس، الإيرانيين، المجتمع الدولي. الموضوع سيصار باستفتاء قانوني، وهذه لعبة تركيا فعلتها في 39 مع لواء الإسكندرون. الأصدقاء السوريين، الأخوة السوريين والسوريات، المعارضين، النشطاء، المثقفين، يعني الموضوع مش يومين 3 و4 وتنتهي الأمور والفرحة وزيطة وزنبليطة والقصة. لا، الموضوع له أبعاد. فتحسبوا وتحوطوا للمستقبل، مستقبل حلب، مستقبل إدلب، مستقبل الشمال السوري ككل. كل المنطقة التي يعني تدخل ضمن الميثاق الملي لن تستثنى منها قرية واحدة، شبر واحد، إذا ما كان يعني أزيد يعني. فهي تحوطوا لها يعني مشان بكرة يعني لا تصابوا بخيبة أمل. وهذا الدفق في المزايدات الوطنية والحكي في العواطف والقصص هي حطوها على جنب. انظروا إلى المشهد بعقل بارد وبوعي منفتح وبالأخذ بالأسباب والخلفيات. هذا يعني ما أردت قوله، بعيدا عن تشنجات قومية ودينية والقصص هي كلها. أنا لا أبرر لتركيا الاستيلاء على المزيد من الأراضي التركية. أنا أشرح، أطرح احتمالات، سيناريوهات، مخاوف في هذا الإطار يعني. وأتمنى أن تخرج سوريا ككل والمناطق اللي متاخمة للحدود التركية تبقى جزءا أصيلا من سوريا. أنا أعمل ذلك، لكن إذا صار العكس أنا ليست لي قوة أحارب تركيا وأمنع وأقول ويعني لأنه أي حرب في هذا الخصوص وفي هذا الإطار ستكون حرب يعني عبثية ومدمرة مع تركيا. تركيا الآن هي ليست تركيا عام 1916 أبدا، هي أقوى عشرات المرات ماليا وعسكريا واقتصاديا وإداريا، ونموذج يعني قياسا بالأنظمة العربية يعني أكثر رقيا يعني من جهة الانتخابات، الصحافة، هذا ليس مديحا في تركيا. أنا ذكرت سابقا في هذا الإطار هذا واقع حال. أنا أحاول أن أعطيكم شوية تفاصيل من هي المسائل على أمل أن أكون يعني قد وفقت. في فيديوهات قادمة سأحاول أن أتحدث عن شيء آخر، يعني عن عرب قسد
وأكراد